النهاردة بقى يوم مميز جدا، يوم كل الأمهات مستنيينه، يوم بنحتفل بيه بأغلى الناس في حياتنا. طبعا بتكلم عن عيد الأم. النهاردة 21 مارس، اليوم اللي بيجي مع بداية الربيع. والفكرة بقى من وراه إنه زي ما الربيع بداية جديدة والطبيعة بتنتعش، فاحنا كمان بنفتكر ست الحبايب اللي كانت سبب وجودنا في الدنيا. بس يا ترى اليوم ده جه منين أصلاً؟ زمان جدا، تقريبا في أوائل القرن العشرين، بدأ ناس كتير يفكروا في فكرة الاحتفال بالأم. بس القصة بدأت بجد في أمريكا، لما كانت في واحدة ست اسمها أنا جارفس. الست دي كانت أمها طول عمرها بتقول في يوم من الأيام حد هيجي وينادي بفكرة إن الأمهات يستاهلوا يوم مخصوص ليهم. تخيلوا بقى، الأم حست إن الأمهات محتاجين حد يفتكرهم، والبنت خدت الكلام ده على محمل الجد. بعد ما أمها ماتت، أنا قررت إنها تعمل كل اللي تقدر عليه عشان تحقق رغبة أمها. وفعلا في 1908 عملت احتفال لأول مرة بيوم الأم، وبعدها بدأت حملات عشان تخلي اليوم ده رسمي في أمريكا كلها. وفعلا سنة 1914 الموضوع بقى رسمي، وكل الناس بقت تحتفل بعيد الأم هناك. بس للأسف أنا في الآخر زعلت، لأن التجار استغلوا الفكرة وبدأوا يبيعوا الهدايا والورد بشكل تجاري بحت، ونسوا الهدف تماما الحقيقي من اليوم ده. في مصر بقى، اللي كان أول حد فكر في عيد الأم هو الصحفي المصري الكبير علي أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخوه مصطفى أمين. الفكرة طلعت لما جات له ست كبيرة في السن تحكي له قصتها. قالت له إنها ترملت من زمان، وكانت بتتعب وتشقى عشان تربي عيالها، وبعد ما كبروا واتجوزوا كل واحد فيهم انشغل بحياته ونسيها خالص. الحكاية دي وجعت قلبه، وكتب مقال يقترح فيه تخصيص يوم للأم، بحيث يكون فرصة لأي حد نسي أمه أو انشغل عنها إنه يفتكرها ويحتفل بيها. الناس وقتها اتقسموا، في اللي قال إن الأم تستاهل أكتر من يوم، وإن كل الأيام لازم تكون ليها، وفي اللي شاف إن يوم واحد يكفي عشان الناس تفتكر وتحتفل. وفي الآخر استقر الرأي على 21 مارس، لأنه أول يوم في الربيع، فصل البهجة والتجدد. ومن هنا عيد الأم بقى عادة سنوية في مصر وكل الدول العربية. الموضوع بقى عالمي بعد كده، وكل بلد بقت بتحتفل في يوم مختلف. في مصر والدول العربية زي ما قلنا 21 مارس هو اليوم الرسمي، بس في أمريكا وألمانيا الاحتفال بيكون في الحد الثاني من شهر مايو. وفي الأرجنتين الموضوع متأخر شوية، بيحتفلوا بيه في 3 أكتوبر. أما النرويج دي بقى حاجة لوحدها، بتحتفل بعيد الأم بدري خالص يوم 2 فبراير. وفي جنوب إفريقيا اليوم ده بيكون 1 مايو. وفي إندونيسيا فالأمهات هناك عندهم يومهم الخاص في 22 ديسمبر. الاحتفال بعيد الأم بيختلف من مكان لمكان، لكن في الأغلب كل واحد بيحاول يعبر عن حبه لأمه بطريقته. ناس بتجيب هدايا، ناس بتجيب ورد، وناس بتعمل مفاجآت وخروجات، وفي ناس بتكتفي بكلمة حلوة أو مكالمة تفرح قلب الأم. المهم مش الفلوس ولا الهدايا، المهم إن الأم تحس إن ولادها فاكرينها ومقدرين تعبها. أمهاتنا دول أغلى حاجة في حياتنا، والتاريخ مهما كان مش مهم. المهم إن كل واحد فينا يعرف قيمة أمه ويقدرها طول السنة، مش بس في 21 مارس. ومش لازم هدية غالية، ساعات وردة صغيرة أو حضن دافي كفاية جدا إنها تخلي اليوم ده أحلى يوم في حياتها. وفي النهاية كل أسرة المصرية بتقول لكل أم كل سنة وانتي طيبة وبألف خير وسعادة.